السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة تحفيزا لنا لمزيد من العطاء والتألق. هل تعلم ماذا يحدث يوم الجمعة بعد الفجر؟ يوم الجمعة بعد الفجر كل الحيوانات على وجه الأرض تستعد كل جمعة من الفجر إلى طلوع الشمس، تصيخ آذانها أي تستمع. كل حيوانات الأرض تستمع إلى ماذا؟ تستمع إلى نافخ الصور، لأن الله تعالى جعل فيها فطرة أنها تعرف أن يوم الجمعة بعد الفجر ستقوم الساعة، ولهذا تستعد إلا ابن آدم للأسف. يوم الجمعة تجد الكثير منهم لم يصلي حتى صلاة الفجر، ولم يبدأ يومه بالذكر ولا بالاستعداد لهذا اليوم. روى النسائي في السنن، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. ما على الأرض من دابة ألا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لم يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: ذلك يوم في كل سنة، فقلت: بل هي في كل جمعة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحديث صححه الإمام الألباني. إذن أخي المسلم، عليك في يوم الجمعة أن تستعد لقيام الساعة، وذلك بأن تبدأ يومك بصلاة الفجر في جماعة، وتبدأ يومك أيضا بذكر الله سبحانه وتعالى، فتستعد كما تستعد جميع المخلوقات. والآن أحبائي في الله، لا تنسوا مشاركة الفيديو لتشاركون الأجر والثواب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.